السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هننزل العاصمه الاداريه الجديده، هنتابع اخر التطورات اللي حصلت فيها، سواء من المشاريع الحكوميه والحاجات اللي شغاله تنفيذات او من القطاع الخاص، يعني سواء بقى سكني، اداري، تجاري. هناخد راوند كده طويله شويه، هنشوف كل اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده في خلال الفتره اللي فاتت. احنا كده خرجنا من الار 7، وده طلعنا على بن زايد الجنوبي، ومنه دخلنا على ده المحور المركزي اللي احنا عليه، هينقلنا لغايه بن زايد الشمالي. ثم من بن زايد الشمالي هنبدا بقى ان احنا ندخل الحي الحكومي ونشوف الوزارات ونشوف البنوك اللي خلصت جوه، هنشوف الداون تاون، هنشوف المسجد، ان هي برضه نشوف حجم الانشاءات اللي حصلت في المنطقه في خلال الفتره اللي فاتت ديت. اللي على الشمال ده برضو كومباوند دايموند سيتي اللي احنا قلنا عليه، ده خلصان انشاءات بالكامل 100%. وعلى شمالنا برضو ده خط ال RT اللي احنا قلنا بيجيب من مدينة العاشر والسلام والعبور، بيوصل لغاية العاصمة الإدارية الجديدة. هنكمل زي ما احنا كده، احنا داخلين يعتبر على بن زايد الشمالي. على اليمين كده هيبقى عندي الابراج السياحيه، ده شريط الابراج السياحيه بيبدا طبعا بمشروع اي بيزنس بارك تبع شركه ارقى، ومشروع بيزنس تاور تبع بيراميدز، ومكمل هنشوف بقى اويا تاور ودبي تاور ونورث 31 تبع شركه النيل. كل الابراج السياحيه بقى موجوده هتبقى على الصف ده. هندخل الاول الحي الحكومي ونشوف الحي الحكومي والبنوك والوزارات، وبعد كده واحنا راجعين هنعدي على الابراج السياحيه. انا باخد اللفه كده بدل ما نمشي كده. احنا كده يعتبر دي الدخله الرئيسيه بتاعت الداون تاون والحي الحكومي. بعد الابراج السياحيه هيبقى على اليمين هنا كده منطقه الداون تاون، الابراج اللي هي ارضي و14 وارضي و10، يعني اللي هنلاقيهم في الوش دول المشروعين زي مول تبع شركه مارجنز، ومشروع ويستن بارك تبع امتلاك. خلصوا يعتبر الهيكل الخرساني، ودي من الشركات اللي شغاله شغل محترم جدا. يعني عندنا اول المبنى خلص تقريبا، الادوار كلها هيكل خرساني، وهيبداوا بعد كده بقى في التشطيبات الداخليه. هنكمل هنلاقي ان احنا الجزء بعد كده اللي على يميننا ده منطقه التنزه والتسوق، دي اللي هي المولات التجاري الارضي و5 ادوار تجاري بالكامل. طبعا فيها ادورا، فيها بيراميدز مول، فيها لافايت هوم تاون. عندنا الجزء اللي ورا ده بقى اللي هنلاقي فيه اكتر من مول، من اول شركه تبع ايه الاولاني ده اللي خلصان اوكي، ده مش ظاهر باليوفت كويس. هنلاقي بقى شركات زي زيتون، هنلاقي شركات زي سمارت، هنلاقي زي كونتاكت، ليها مشاريع ورا ارضي و5 ادوار. هي المنطقه دي متقسمه شارعين، صف اول على فندق الماسا اللي هو موجود على شمالنا على طول، وصف تاني اللي بيبص على الداون تاون والحديقه اللي في ظهر المولات. وعلى الشمال هنا هنشوف فندق الماسا، برضو من المعالم المهمه جدا، من اول الحاجات اللي خلصت في العاصمه الاداريه الجديده واشتغلت واستقبل اكتر من بعثه، سواء بقى المعارض او لانديه جايه تلعب هنا في مصر. هنكمل ده كده اللي قصادنا خط المونوريل اللي جايبني من المحطه المركزيه ومن اكتوبر ومن مدينه نصر، يدخلني الداون تاون ويوصلني العاصمه. عند خط المونوريل كده يعني على اليمين كده خلصت منطقه الداون تاون ويبدا الحي الحكومي. فعشان كده دايما انا اي حد بكلمه ان الداون تاون هي قبل الحي الحكومي، في احسن منها شويه في التميز كموقع، لكن الحي الحكومي عنده ميزه ان هو خلاص اتبنى. يعني مجرد ما هندخل الحي الحكومي هنشوف على يميننا وعلى شمالنا معظم المباني خلصانه. هنا الجزء بتاع البنوك اللي هو نقدر نقول عليه الحي المالي، اللي هيبقى فيه البنوك والبورصه والبريد والكلام ده كله. هنلاقي اول بنك اللي هو بنك القاهره خلصان، وجنبه بنك الاهلي المصري والبنك المركزي وبنك مصر برضو خلصانين انشاءات وجاهزين للتشغيل. على الشمال هنلاقي هيئه البريد المصري، وراها المباني بتاعت البورصه برضو خلصانه انشاءات وجاهزه ان هي تشتغل. هندخل المنطقه بتاعت البنوك ونشوف شكل البنوك اللي خلصت والمباني اللي خلصت جوه. احنا لسه مكملين على المحور المركزي في الحي الحكومي، ده كده ميدان البورصه، وعلى اليمين هنلاقي البنك المركزي والثلاث بنوك الحكوميه اللي هو القاهره ومصر والاهلي المصري. هنكمل من على طول من الميدان، هنقدر ان احنا نوصل لغايه شارع الرئاسه. احنا كده مكملين في الحي الحكومي، طلعنا من المحور المركزي، هنخش يمين هنبقى موجودين على شارع الرئاسة. شارع الرئاسة ده اللي هيبقى موجود عليه ورا
الموقف بتاع الباصات هيبقى موجود فيه جراج كبير، هيبقى موجود طبعا الحدائق الرئاسية، وفي اخره هيكون موجود ساحة الشعب والنصب التذكاري اللي موجود بدأ يظهر قصادنا قدام. شارع الرئاسة زي ما احنا شايفين هو شارع رئيسي، على الشمال هتبقى موجودة حديقة رئاسية، على اليمين المباني بتاعت البنوك والمباني الإدارية اللي تبع الشركات. شركات كتير واخدة على الشارع ده ومخلصة إنشاءات بنسبة كبيرة، منهم باراجون، منهم ثلاث، منهم البطل، مخلصين هيكل خرساني وهيبدأوا في التشطيبات الداخلية للمباني والتشطيبات الخارجية. بعد ما نخلص الجزء ده وهنوصل للجزء بتاع الوزارات، الحي الحكومي بقى اللي فيه الوزارات بالكامل. طبعا دي احنا عارفين ان هي خلصانه كانشاءات من مده طويله، يعني مش حاجه لسه جديده. وخلص بقى اللاندسكيب جوه، بقى في وزارات شغاله بكثافه عاليه جوه المنطقه. فالموضوع لا يعني مش زي ما الناس ما بتقول، الدنيا مش متاخره، هي الدنيا ماشيه على خطوات. احنا بس كنا عايزينها تبقى اسرع من الطبيعي 3-4 اضعاف، فهي اسرع من الطبيعي ضعفين 3 بس يعني. فهي الناس زعلانه بقى من كده، لكن في الاخر العاصمه شغاله شغاله، في انشاءات حصلت، في بنيه تحتيه خلصت، في مباني خلصت، في مباني اشتغلت خلصت واشتغلت، سواء بقى تبع القطاع الحكومي او القطاع الخاص. الدنيا جايه فيها بشكل ممتاز جدا. العاصمه لسه بقول ان هي هتبقى من احسن المدن اللي موجوده، مش بس في مصر، في افريقيا، وممكن هتنافس مدن كبيره في الشرق الاوسط بسبب شكل الخدمات والمستوى الممتاز جدا اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده، سواء مستوى مباني، مستوى بنيه تحتيه، مستوى طرق، مستوى خدمات هيبقى موجود في المكان. فلا الموضوع فعلا متكامل بشكل محترم. احنا كده وصلنا لساحه الشعب. ساحة الشعب ده هي عبارة عن مكان ترفيهي اللي هيتعمل فيه الاحتفالات الوطنية، وزي احتفالات اكتوبر واحتفالات يناير ويونيو. بدل المكان اللي كان موجود في مدينة نصر، ومعمول فيه طبعا نصب التذكاري، ومعمول فيه زي مناطق ترفيهية ومناطق لاندسكيب. بتبدأ بالنصب التذكاري اللي هو بيدخلني للقصر الجمهوري، وتنتهي عند مسجد مصر. احنا هنوصل لمسجد مصر بعد ما نشوف شكل النصب التذكاري الاول واللي موجود. احنا طبعا اللي قصادنا على طول ده كده ده النصب التذكاري، والبوابه اللي في النص دي اللي بتدخلنا على القصر الجمهوري. يعني لو عملنا زوم كده هنلاقي ان البوابه دي كده ده كده القصر الجمهوري، مكان القصر الجمهوري عند الاعلام اللي فوق دي. فهي طبعا من المناطق اللي هتبقى مميزه جدا ومستواها من المستويات العاليه. احنا هنسيب شارع الرئاسه كده وهندخل من جنب ساحه الشعب عشان نقدر نوصل لمسجد مصر، ونشوف الداون تاون، ونشوف مكان سوق الذهب وشكل الدنيا هناك. طبعا الميزه في العاصمه ان الدوله مش بس بتتعامل ان هي مدينه ومبنيه كويس وخلاص، ولا مدينه متخططه للسكن بس، او مدينه متخططه للجزء الحكومي بس. لا، هي مدينه متكامله. يعني الدوله بتعملها من اول، انا بعمل بنيه تحتيه كويسه جدا، انا بعمل طرق واسعه ومساحات لاندسكيب كويسه جدا عشان شكل المدينه. الحاجه اللي بتتعمل لو تبع الحكومه او تبع القطاع الخاص لازم تبقى على مستوى عالي من التشطيبات ومستوى عالي من الخدمات عشان اعمل مدينه شكلها راقي وليها ايمج ومستوى عالي. ثم بعد كده بعمل مدينه تخدم القطاع السكني كويس جدا، فاللي عايز يسكن في المدينه هيلاقي كل المناطق الترفيهيه، هيلاقي المساحات الخضراء، هيلاقي المدارس، هيلاقي النوادي، هيلاقي الجامعات، هيلاقي المولات التجاريه والمولات الاداريه. مدينه بتخدم قطاع الاعمال، يعني ان انا مع ده اقدر اجيب شركات انترناشونال، اقدر اعمل مباني اداريه بشكل محترم جدا، اقدر اعمل كل الهيئات وكل المصالح الحكوميه اللي بتحتاجها الشركات موجوده في المدينه دي، اعمل مطار دولي عشان يخدم على المدينه ويخلي فيه سهوله تواصل، وان اللي جاي من بره مصر ينزل مباشر على العاصمه الاداريه الجديده. اقدر اعمل شبكه اتصالات قويه. مدينه ذكيه هتبقى بتدار كلها من اول بقى كاميرات مراقبه واشارات المرور والواي فاي والمباني عن طريق الداتا سنتر اللي موجود في الداون تاون. مدينه ترفيهيه على مستوى عالي، مدينه هيبقى فيها عوامل جذب سواء ترفيهيه او عوامل جذب دينيه. يعني حاجه زي مسجد مثلا الرحمن الرحيم اللي موجود على شمالنا، من اكبر المساجد اللي هتبقى موجوده في الشرق الاوسط كمستوى، هو مركز ديني. هنلاقي فيها بقى قاعات مناسبات، هنلاقي فيه جامعه لتدريس الفقه وعلوم الدين، هنلاقي فيه مسجد، هنلاقي فيه اماكن للاحتفالات الدينيه اللي هتتعمل. فلا الموضوع فعلا معمول على شكل ومستوى يخلينا نقول ان العاصمه هتبقى من اعلى المدن كاستثمار، اعلى المدن كسكن، اعلى المدن كمستوى رفاهيه وكخدمات.
احنا كده مكملين، على شمالنا مسجد مصر وعلى اليمين منطقة سوق الذهب في الداون تاون. طبعا لسه ما بدأش طرح أراضي فيها ولا بدأ فيها إنشاءات، اللي بدأ بس هو طرح الجزء اللي ناحية فندق الماسا أكتر. أما يطرح سوق الذهب هيعمل طفرة كبيرة جدا في المكان، لأن هو من الحاجات اللي هتجيب كثافة في الداون تاون. قدامنا على اليمين دي كده محطة المونوريل اللي موجودة في الداون تاون، من المحطات الرئيسية المهمة اللي هتبقى موجودة جوه العاصمة، لأنها بتوصلني في منطقة من أهم المناطق التجارية اللي موجودة هنا. احنا مكملين في الشارع على طول، هنطلع كده على محور بن زايد الشمالي، اللي هو طبعا شريط الأبراج السياحية بس من آخره. يعني هنبدأ من عند منصات ونكمل بقى لغاية ما نوصل لأرقة ودبي وأويا، كل المشاريع اللي موجودة أقرب ناحية فندق الماسا والبرج الأيقوني. زي ما قلت، هي طبعا لأي حد بيفكر الاستثمار، أي حد بيفكر في سكن، أي حد بيفكر في مستقبل، هي العاصمة من الحاجات اللي فعلا تضمن لك كل ده. انت واخد مستوى عالي جدا، مستوى رفاهية، مستوى خدمات، مستوى تنفيذ، مدينة على ايمج عالي جدا، مدينة ليها فعلا مستقبل. احنا النهاردة بنتكلم بدايات الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة. مثلا لو قلنا كسكني، كنا بنتكلم ان السكني في اميز مكان في العاصمة ب 8000 جنيه المتر و 9000 جنيه المتر. النهاردة نفس المشروع بيبيع سعر المتر وصل ل 35000 جنيه و 30000 جنيه ويمكن ازيد شوية كمان. لو اتكلمنا على اداري في الابراج السياحيه، كان سعر المتر بيبدا الشريط الابراج اللي على يميننا ده اول ما اتطرح 35000 المتر و40000 المتر كاداري. احنا النهارده بنتكلم ب 120000 و 130000 سعر المتر. لو بنتكلم على التجاري كان بيطرح ب 100000 المتر الارضي، النهارده ب 300000 و 320. وكل ده والمدينه لسه ما اشتغلتش. طبعا لما المدينه تشتغل ده هيفرق معانا كتير، لان هي المدينه بيبقى ليها مراحل في زياده الاسعار. اول ما تبقى المدينه لسه جديده مطروحه، وده اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده، فدي بتبقى اقل اسعار. ثم لما يحصل نسبه انشاءات كويسه، دي اول زياده بتحصل في الاسعار في المدينه. ثم لما المدينه الانشاءات دي تخلص خالص بخدماتها ويبقى اتبنت بنسبه 100%، دي الزياده الثانيه. ثم لما تشتغل ويبقى فيها حركه وفيها حياه، دي الزياده الثالثه. ثم لما يبقى فيها كثافه وتتزحم، ودي خلاص اخر مرحله واخر زياده بتحصل للمدينه. فاحنا حتى اللي لسه ما اشتراش في العاصمه الاداريه الجديده، هو عنده فرصه ان هو لسه يكسب، عنده فرصه ان هو يدخل في مشروع كويس ومشروع محترم، ويقدر ان هو يعدي عليه زياده واثنين وثلاثه. يعني حتى لو الاسعار النهارده بقت شويه غاليه، بس لسه الاستثمار منها موجود ولسه المكسب منها موجود. فطبعا انا اي حد بيفكر في استثمار وحاجه للمستقبل لازم انصحه بالعاصمه الاداريه الجديده. نشتري بقى فين في العاصمه، ونشتري اداري ولا تجاري ولا سكني، ده اللي نقعد نتناقش فيه طبقا للبادجت بتاعنا. اتمنى اي حد بيشتري في العاصمه الاداريه الجديده ان هو يحقق استثمار فعلا ناجح، ويقدر يختار شركه محترمه، ويقدر يختار مشروع قيمه مقابل سعر، ويقدر ان هو يوصل لاستثماره الامن. وطبعا لو انت بتشتري في العاصمه الاداريه الجديده، لازم اكون معاك في اختيارك. كلمني وهتلاقيني انا وفريق المبيعات بنبقى معاك خطوه بخطوه، نختار لك افضل منطقه وافضل نوع استثمار، ونوصلك لاحسن مشروع موجود.